زمان غير دلوقتي. زمان جورنال يكتب، جمهور يشجع، لو شافوك في الشارع يسلموا عليك او يمدوا لك تمدوا لهم اوتوجراف او حاجه. نعم. دلوقتي سوشيال ميديا ودنيا كبيره. نعم. ازاي عرفت تسويتش؟ انت دلوقتي، انا في الانترو بقول واحد من الزملكاويه المشجعين اللي ما يقبلش حد يجيب سيره نادي الزمالك. اكيد. النقله دي ازاي؟ وايه اللي حصل؟ يعني كلمني اول تمرينه واول ناس. جمهور اثر في كابتن حسام عبد المنعم، الجمهور هو اللي خلى حسام عبد المنعم يلعب كوره بشغف بحب لنادي الزمالك. بص، هي الفكره كلها هي طبيعه بني ادم، شخصيه بني ادم. انا ما اقدرش ازرع فيك الملكه بتاعه النخوه والرجوليه بتاعه ربنا. فانت كان عندك الحته دي متربى عليها حتى في بيتك. انا متربى على الحته دي. حته كمان ان انت تروح الزمالك في الفتره اللي انت، ما انا رحت وانا ناشئين زمالك لما لعبت الفتره دي. لما رحت هناك ما كنتش محطوط في السكور، انا رحت الزمالك اهو. فمعنى كده ده احتراف، وفي نفس الوقت لما يجي لك نادي الزمالك القيمه الكبيره دي كلها، فانت بتسطب تاريخ لنفسك. امتى بقيت مشجع زملكاوي بصراحه؟ اول ما مضيت مع الزمالك على طول خلاص الواجهه اتغيرت، حتى العيله عندي. ماشي، عشان شغل وعقد واحتراف والكلام ده كله، فانا منتمي لنادي الزمالك شكلا وموضوعا، ولكن نعم. امتى من جواك بقيت لا، في اكيد مواقف حصلت، في جمهور، صدقني لا، في حاجات. لا، انا اول ما دخلت الباب بتاع النادي انا زملكاوي وانتمي للمكان ده. وهقول لك حاجات يمكن انا قلتها قبل كده بس مش مسمعه قوي يعني، او محدش يفهمها قوي او يعرفها. حته ان انا سبت فلوس عشان نروح نادي الزمالك من الشرقيه. طبعا. دكتور اسماعيل سليم كان نائب رئيس مجلس الاداره للدكتور كمال، وحصل قعده ما بيني وما بين محمد بيه صادق رئيس الشركه في الشركه نفسها رحمه الله عليه يعني. فاحنا قاعدين، انا ما اعرفش الموضوع ايه بينهم، الكلام كان على ايه. ففوجئت لقيت الدكتور اسماعيل وخدني على بره، فقال لي عايزك في موضوع. قلت له في ايه؟ قال لي النادي شرد دخان عايز 260,000 جنيه بيع وشراء، احنا هندفع 200 وانت ليك كام؟ طب قلت له يعني باقي 60، النادي عايز 60 زياده. طيب وانا يعني ربنا هيرزقني الموسم بكام؟ قال لي هنمضي 5 سنين، الموسم ب30. فانت كده لو حسبناها بالحسبه دي انت كده في 60 فرق. يعني معنى لو حسبت فلوس يبقى كده في 60 فرق، يعني انت كده في سنتين من 5 سنين انت كده بتلعب ببلاش. بس على قلبي زي العسل، كنت مبسوط جدا. قلت له ماشي. قال لي ايه؟ قلت له انا هشيلهم، ما انا ولا زملكاوي ولا بتاع، بس انت رايح اسم برضه كبير، نادي الزمالك بيلعب في اكتر من بطولاته على طول، يعني كل بطوله بيخش فيها بيبقى بينافس عليها. طب في جيل ذهبي انت طبعا. فكان فتره دي كانت فتره جميله قوي. انت ما تعرفش برضه، انت لسه ما تعرفش الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، وربنا ممكن ما العبش بتاعت ربنا. بس انت عايز قلت لك من بعد ما طلعت من النادي الاهلي وانا الموضوع ده في دماغي، فمضيت خلاص وانا هشيل ال60. فروحت البيت، انا بيتي قريب برضو من النادي يعني او الشركه يعني. الشركه في الجيزه وانا في الهرم يعني كم محطه كده. فروحت على البيت لقيت والدي بيقول لي عدى كده اكلمك في التليفون. قلت له اوكي ماشي. رحت مكلمه، لقيته قال لي تعالى لي النادي. رحت رايح النادي. وانت مضيت في الزمالك وخلصت؟ مضيت في الزمالك. ولما رحت النادي لقيته بيكلمني كابتن ثابت البطر كان رحمه الله عليه، يعني مبهدل الدنيا وعمال يعمل ويسب وازاي يمشي وهو صغير، الواد شايل الفرقه بتاعت الشرد دخان رسمها لك حلو. فبالظبط، فازاي تمشوه؟ خلصوه لي. وقعد يعملني ايه؟ قال لي تكليف لازم تخلص له حساب. قلت له يا باشمهندس انا جاي عشان اودع النادي، لان انا مش هخش النادي هنا تاني، انا لسه ماضي من كام ساعه في نادي الزمالك واللهم لك الحمد والشكر انا راضي. قال لي طيب ما نعمل ونسوي. قلت له ولا نعمل ولا بتاع، انا ارتضيت في الكيان الكبير والاسم الكبير. عرض عليك عرض اكبر ان احنا دي بقى دي الحاجه الوحيده اللي جات لي، انما طول ما انا موجود في نادي الزمالك مفيش حاجه. لا هو عرض عليك عرض فلوس اكتر ساعتها؟ لا ما اتكلمش معايا انت؟ تدوش مزاح؟ لا هي يعني انا كنت قافل الموضوع، بس اتكلم في حته شفت يعني ظاهر شغل الكبير ده من زمان. يعني هو ايه؟ قال لي طب ما نعمل كده ونوديك وتسافر ونجيبك على الاهلي قلت له لا ثانيه، يعني كابتن عادل القيعي طلب منك ايوه انك تطلع في اي حته؟ انا قلتها على اذاعه الاون سبورت راديو، والناس انتقدتني كتير قوي. يعني انت كل واحد ما يلاقيش مش عارف في نادي الزمالك يطرده يجي يحكها في الاهلي. لا
دي حقائق ممكن ما تتقالش في وقت ما انت بتلعب، استحاله تتقال، انما دي كواليس. هو قال لك ايه يعني؟ دي كواليس انت ممكن تحكيها وتحكي حاجات اكتر منها بعد ما تبطل. وهي دي الفكره. قالها لك صريحه كوبري؟ انا دي فلوس وده بيتك وانت قعدت فتره هنا كبيره ومتربي هنا. قلت له لا خلاص انا طب ما خلصت. قلت له لسه مخلص حالا، بالليل هطلع على المركز الاولمبي عندي معسكر. طب ما نخلص ونطلع ونجيب والشغل الكباري اللي انا قلت لك عليه. يعني قال لك يطلع نادي بره في اوروبا او اي حاجه الخليج او حاجه ونرجعك تاني كوبري. قلت له لا ما ده من زمن الزمن. طبعا ما انا عشان كده بقول لك. قلت له لا انا ما خلاص انا ارتضيت. يا ابني انت اهلاوي. قلت له ايوه ماشي انا اتربيت في الاهلي، بس الاهلي مش برضه مش شايل الحته دي اللي هو مشاني. لا طب خلاص غادر بيه اروح الزمالك. من رجعت البيت قلت له بس كده باللفظ، قلت له انا جاي عشان اودع النادي مش هخشه تاني، انا هبقى في الفريق المنافس. من يومها ما دخلتش النادي الاهلي؟ طبعا ولا هتخش؟ لا طبعا.